ايوا اليوم من الدار وقلت اجي ندير معكم فيديو. واخا الصراحه كنشقى، ولكن قلت ما نضيعش الوقت، ندير حتيتو مغزل ياكو، فتقبلوني كيف ما انا. المهم، نضيف حلقتي اليوم في الانتقادات هي الحلقه ديال الشيخه تراكس. الشيخه تراكس لا الومها في ردة فعلها إذا كانت الحلقة حقيقية وبدون تمثيل، لأن كنعرفوا أن أغلب كاميرا كاشي في المغرب هي كاميرا تمثيل ماشي كاميرا كاشي. تعودنا على هادشي، ماشي شي حاجة جديدة. ولكن في حالة ما كانت الحلقة ديالها حلقة حقيقية فأنا أعذرها. كيف ما شفتوا أنا الشيخة تراكس في الحلقة ديال كاميرا كاشي ديال رمضان 2020 كانت حلقة كلها فيها الحزام لتحت والحزام الفوق ومخلطة الدعوة. داروا لها واحد الفخ، نصبوه ليها، في لحظة غضب خرجت الملة والدين وما يفوق الدين والملة. ايوا السيدة بدات عير 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 والمضاربات والروينة. ولكن انا مكنلومش الشيخة تراكس، انا الوم من بث حلقتها. واش ما عندكمش صحاب المونتاج؟ نورمالمون بحال هذا الكلام الفظيع لا يبث ابدا. جايبين ضيفه شيخه او فنانه كيف ما حبيتوا تسميوها، محبوبه عند بزاف الناس، اتفق معكم، وانا لازلت اقول انني لا الومها. لكن كاينين شي كلمات ديال الحزام لتحت دار لهم الطيط، وكاينين شي كلمات اللي بقاو فيهم المعيار وفيهم التحلاف وفيهم يا الفعله يا التركيه. واش الطيط كدار على الحزام لتحت؟ نورمالمون حنا في وليداتنا كنقولوا لهم ما تقولوش هاد الكلمات. الا قال لك ولدك غتفو كتقول له ما تقولش هاد الكلمه، ما تسبش بهاد الكلمه. فكيفاش شي كيحارب من جهه وحلقات تبث بالعلن بهاد الالفاظ؟ اذا ما دور المونتاج؟ اقولها واكررها، ما دور المونتاج؟ فكيفاش فنانه تعرضات لهذا الموقف هذا، الا كنت في بلاصه غندير ردة الفعل نفسها، باش نكونوا واضحين ما نمثلش عليكم، غندير نفس ردة الفعل عادي، لان الانسان ملي كيفقد اعصابه توقعوا منه اي حاجه. ونتحدى شي واحد فيكم يقول لي غير هاد الكلمه، فاللي قال لي غير هاد الكلمه غنعرفو كذاب وكيمثل. لكن كنقولها وكنعاودها، لا القي اللوم عليها بل على من بث حلقتها وقام بدور المونتاج. اش كاين تما؟ يا أسفاء على ما أصبحنا نشاهده في البث الرمضاني من أعمال ومن مسلسلات ومن كاميرا كاشي التي هي كاميرا تمثيلية، ونستعملها لإتلاف الخلايا التفكيرية للمشاهد.